بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه رايكم في الجمال والحلاوه دي بقى؟ عظمه على عظمه يا حبايب قلبي. فراخ محشيه بفريك. طريقه بسيطه وسهله. ما تنسوش تصلوا على النبي، ما تنسوش اللايكات يا حبايب قلبي، مع طبق شوربه كده يعني ده الطريقه دي برضو تنفعك في رمضان. وصفات جميله اول لرمضان ومش مكلفه وعلى قد الايد. ونقول الحمد لله على نعمه ربنا. جميلة أوي والله يا حبايب قلبي. ايه رأيكم في الجمال والحلاوة دي؟ اهو يا حبايب قلبي. بصوا يا حبايب قلبي. دلوقتي انا معايا بصلاية كده صغيرة، قطعتها وشوحتها نص تشويحة، واحط عليها كده بالقوانص كوباية واحدة وقناصة واحدة. بسيطة كده عشان يعني الحشوة هيبقى بسيط، مش كميات كبيرة. اهو زي ما انتوا شايفين كده هنحط البهارات بتاعتنا ونشوحها تشويحة حلوة. وبعد كده فلفل اسود، كمون، ملح حسب ما انت عايزه. البهارات بتاعتنا يا حبايبي. طبعا الفريك بتاعنا انا كنت غسلاه كويس، خدي بالك عشان يبقى فيه رمله، ونقعاه 10 دقايق عشان ما ياخدش سوا منك. بوريلكوا كان فريك جميل قوي. بصراحه كان طعمه حلو قوي وكان طعمه جميل. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي يا رسول الله. انا هقلبه تقليبه كده عشان ياخد من الزيت والقوانص والبصل. هحط حوالي كوبايتين من الميه، او كوبايه ونص حسب ما انت عايزه وحسب الكميه على فكره. خدي بالك اكنك بتحط رز. وحطيت معلقه الملح زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. اهو دلوقتي بوريهولكوا. دلوقتي هو نشف كده من الشوربه بتاعتنا او الميه بتاعته. بعد كده بوريهولكوا بعد ما خلص خالص هسيبه يبرد. على ما يبرد اكون طبعا انا حاطه الفراخ دي غسلتها غسله كويسه وحطيت عليها ليمون وملح. وبوريهولكوا اهو يا حبايبي. دلوقتي انا هنشويها فريك. انا شلت الرقبه والراس منها وخيطتها من قدام، ورجعت هخيطها برضو قدامكم من هنا عشان الفريك ما يقعش من جميع الجهات. ابره كويسه كده نضيفه خليها للحاجات اللي زي كده. ومع مع خيط برضو نضيف ابيض كده نضيف، اغسليه تحت ميه دافيه. اهو انا بوريكم ان انا كنت خاليه بين الصدر من فوق كده والجلد. يدخل كده الفريك من جوه كده يدي طعم جميل قوي اكنك بتحشي حمام يا حبيبه قلبي. بنفس الطريقه تعملي بقى الحمام. ولو عايزين اوريكم ازاي خليت الجلد من اللحم هوريها لكم ان شاء الله بطريقه قريبه ان شاء الله باذن الله. الفراخ ده على فكره ما بتاخدش سوا يا حبايب قلبي. اهو بعد ما حشيتها وخيطت من فوق ومن تحت بوريكم اهي ما شاء الله مقفوله اهي، مش باينه الحته عشان الفريك بتاعنا يستوي كويس وينزل في قلب الفراخ كلها وطعمين الفراخ. دلوقتي انا بحب اشوح الفراخ بتاعتي. يا بنتي نزلي كده. وبعد كده حطيت البهارات بتاعتي. دلوقتي احنا معانا نعمل الرز اهي طريقه الرز زي ما شفتوا عليها، هي زي طريقه البسمتي بالظبط. بس محدش معاه البسمتي يا جماعه، فبنجيب البلدي بتاعنا العادي بنعمله بنفس الطريقه. ربنا عينك وعايزه تجيبي بسمتي عادي بيبعتيلي الهواتف برضه عشان تشوفي الهواتف. انا عندي بسله وجزر. البصلايه شوحتها وبعد كده نزلت بالبسله والجزر، ونزلت بعد ما شوحت البسله والجزر وكده نزلت بمعلقتين من الكركم. معلش يا حبايب قلبي. حاولوا اني يعني اقول لكم الوصفات بالظبط. طبعا معايا كده حوالي كيلو رز حسب ما انت عايزه بص او الكميه اللي انت هتعمليها. اهو بقلبه وهطلع معاكم الرز طعمها بقى عامل ازاي. بعد كده زودت برضه معلقة كركم تاني، وكنت حاطة كمون، فلفل اسود، كمون. ما تفضليش كده. عندنا طبعا شوربة الشوربة بتاعت الفراخ جميلة اوي، سقيت بيها فراخ بيبقى طعمه جميل اوي وتحفة. دلوقتي بقى يا جماعة بعد ما الرز بتاعنا اهو بوريهولكوا زودته تاني مية، وخدي بالك انتوا عجنينه شوية في رزاية كده بتعجن، ما تزوديش المية بتاعته. اهو يا حبايبي نعم. قلبي بعد ما مع نشف اهو. السلامة. ادي الفراخ بتاعتنا وريتها لكم برضو خلصت ما شاء الله. هطلعها بعد كده على صينيه ويكون معايا معلقه زبده او سمنه بلدي او زيت. الفراخ ده مش عايزه تنشف. بس بالفرشه كده دهنتها وبعد كده زقتها في الفرن وبعد كده طلعتها زي ما انتوا شايفين كده. الفريك بتاعنا كان استوى وجميل. ودي الشوربه بتاعتنا والاكل بتاعنا يا رب يعجبكم ويكون عند حسن ظنكم. متنسونيش في اللايكات يا حبايب قلبي، اللايكات بترفع الفيديو.
وتعليقاتكم الجميلة. ربنا يبارك لي فيكم ويخليكم ليا متابعيني وحبايبي كلكم، بحبكم في الله. ربنا يحسن ما بين ايديكم وبين ايديا.